جولة جديدة داخل جامع الحاكم بأمر الله في شارع المعز في مدينة القاهرة. تعالوا بينا النهاردة مع بعض ناخد جولة سريعة جوه جامع الحاكم بأمر الله ونتعرف مع بعض على تاريخه ونشوف المكان الروعة والمكان التحفة ده مع بعض. جولة سريعة كده. صليت العصر، قلت ما اصلي العصر هنا النهاردة في جامع الحاكم بأمر الله. كنت بتمشى في شارع المعز وقلت اصلي العصر واصور لكم الجامع من جوه ونحكي مع بعض شوية عن تاريخ جامع الحاكم بأمر الله. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا مع بعض نبدأ الجولة النهاردة. في مكان من أجمل الأماكن اللي موجودة في القاهرة على الإطلاق، ده من وجهة نظري أنا شخصيا، مكان بيجمع بين التاريخ العريق والفن الأصيل والتراث الثقافي والمعماري الأكتر من رائع. النهاردة أنا موجود معاكم في القاهرة الإسلامية وفي شارع مهما تمشي فيه ما تزهقش منه أبدا من كتر المباني الأثرية والتاريخية اللي موجودة فيه، وهو شارع المعز لدين الله. النهاردة في شارع المعز أنا قررت أدخل أزور جامع من أكبر وأروع الجوامع اللي موجودة في مصر كلها. حاجة كده يا جماعة بجد تحفة وقمة في الروعة، وهو جامع الحاكم بأمر الله اللي موجود في نهاية شارع المعز جنب باب الفتوح التابع لاسم الجمالية بالقاهرة القديمة. من حوالي 10 قرون من الزمن، يعني تقريبا حوالي 1000 سنة، تم وضع البنية الأولى لواحد من أقدم مساجد القاهرة الفاطمية، وكمان أكبرها في المساحة وأجملها في التصميم. ففي سنة 989 ميلادية شاف العزيز بالله الفاطمي، وده كان خامس الخلفاء الفاطميين، شاف ان جامع الازهر الشريف ما بقاش عنده المقدرة على انه يستوعب عدد اكبر من المصلين والدارسين، علشان كده بدأ يفكر انه يبني مسجد جديد يقوم بنفس دور الازهر ويكمله ويساعده. لكن للأسف عملية البناء اتوقفت بسبب وفاته، واللي استكملها بعده ابنه الحاكم بأمر الله، وده اللي كان سادس الخلفاء الفاطميين، وأتم بناؤه وافتتحه سنة 1012 ميلادية، وتسمى على اسمه جامع الحاكم بأمر الله. وبعد افتتاحه بسنة تقريبا في سنة 1013 أصدر الحاكم بأمر الله قرار بيحول فيه المسجد لجامع بيدرس فيه علوم الفقه، ده علشان يساعد جامع الأزهر في استيعاب المصلين والدارسين. وبيعتبر جامع الحاكم بأمر الله رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية في مصر، وكمان تاني أكبر جوامع القاهرة بعد جامع أحمد بن طولون من حيث المساحة. والمسجد يا جماعة وقت تشييده كان خارج أسوار القاهرة القديمة اللي بناها جوهر الصقلي، لكن بعد كده دخلت حدود المدينة لما جه بدر الجمالي سنة 1087 ميلادية وعمل توسعة في المدينة وبنى الأسوار اللي موجودة دلوقتي. الجامع يا جماعة من أجمل الأماكن وأروع وأهدى وأرقى الأماكن اللي ممكن تزورها في حياتك. يعني اللي زار منكم القاهرة واللي نزل شارع المعز وما راحش زار جامع الحاكم بأمر الله أو حتى صلى فيه، بصراحة فاتوا كتير جدا، وفاتوا نص عمره، وفاتوا إحساس تاني خالص، إحساس بيرجعك للجمال والروعة والتاريخ الجميل بتاع بلدنا الجميلة. بنصح الكل اللي راح شارع المعز واللي ما راحش القاهرة خالص انه يروح يزور جامع الحاكم بأمر الله. هتكون تجربة حلوة جدا وهينبسط منها، وتجربة مش هينساها في حياته على الإطلاق.
وبس كده، وهنا بتكون جولتنا النهارده خلصت. بتمنى لو كان الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم تدعموني بقى بلايك للفيديو، وتشتركوا معايا في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله اشوفكم على خير في مكان جديد وفيديو جديد ومعلم جديد وحكايه مكان.